قصتنا النهاردة مش عن بيت مهجور ولا مقبرة، لكن عن مدرسة، مكان المفروض يكون مليان ضحك وذكريات، لكن اتحول لكارثة. وتعالى نحكي لك الحكاية من أولها لآخرها، يلا بينا. وقبل ما نبدأ صلي على النبي واذكر الله في التعليقات وادعمني بلايك. كان في مدرسة اتبنت في أواخر السبعينات، الناس كانوا فرحانين وقالوا أخيراً ولادهم هيتعلموا في مكان جديد ونضيف بدل ما يمشوا مسافات طويلة للمدارس التانية. الأهالي ساعدوا في بنائها، والطلبة كانوا بيجروا فرحانين أول يوم يدخلوا الفصول. لكن الفرحة دي ما كملتش، لأن في سنة 1986 حصلت الكارثة اللي غيرت تاريخ المدرسة كله. في فصل العلوم، المدرس طلب من طالب صغير يوصل سلك كهرباء، فجأة حصل مس كهرباء، الشرارة ولعت في الترابيزة والنار انتشرت بسرعة والفصل بقى جحيم. الصرخات ملأت المدرسة، 6 طلبة اتحصروا جوه وما قدروش يخرجوا، النار مسكت فيهم وتوفوا. المدرسة اتقفلت بقرار رسمي، محدش قادر يدخلها. لكن اللي حصل بعد كده كان أغرب. أول أسبوع بعد الحادثة، الحارس اللي كان بيحرس المدرسة بالليل رجع بيته مرعوب، وقال إنه شاف نور جاي من فصل العلوم، ولما قرب شاف ظل ولد صغير واقف عند الشباك وبعدها اختفى. الأهالي ساعتها افتكروا إن دي هلوسة، لكن الليلة اللي بعدها أكتر من واحد في القرية شاف نفس النور. واحدة من المدرسات قالت: كل ليلة كنت بسمع صوت جرس الحصة بيرن، مع إن المدرسة مقفولة والكهرباء مقطوعة عنها من يوم الحادثة. طالب قديم لما رجع يزور القرية بعد سنين قرر يدخل المدرسة مع أصحابه، بيقول: دخلنا بالليل، كل حاجة كانت باينة إنها متكسرة وقديمة، الكراسي مرمية، الطباشير لسه على الأرض، لكن في فصل العلوم شفنا سبورة مكتوب عليها: إحنا لسه هنا. في سنة 1993 مجموعة شباب حاولوا يعملوا مغامرة ويصوروا فيديو وهم جوه المدرسة. الفيديو اتحرق كله ما عدا دقيقة واحدة صوت خطوات وعيال بتضحك من بعيد. وفي سنة 2001 راجل كبير كان ماشي قدام المدرسة بيقول إنه سمع صوت أولاده بينادوه عليه من جوه، دخل يدور ما لقاش حد. وفي 2010 مجموعة غريبة من الباحثين جت تصور المدرسة، سجلوا أصوات عبارة عن صرخات وولاد بيقولوا خرجونا. أكتر حاجة بتتكرر إن أي حد يدخل المدرسة بيبدأ يحلم نفس الحلم، فصل مليان عيال قاعدين على الدكك بينادوا عليه يدخل يشرح، أول ما يدخل الباب بيتقفل والنار تشتعل وهو مش قادر ينقذهم. كتير من اللي شافوا الكوابيس دي صحيوا مرعوبين جدا. القرية بقت بتعتبر المدرسة مكان ملعون، أي طفل يقرب منها أهله يسحبوه بسرعة حتى في عز النهار. في ناس بتقول إنهم شافوا ظل عيال صغير بيجري في الحوش أو سمعوا صوت كورة بتتحدف على الأرض. وفي ناس كتير كانت بتحلف إنهم بيسمعوا الجرس بيرن أو يشوفوا نور بيولع ويطفي. هل دي أرواح العيال اللي ماتوا ولسه محبوسين جوه بينادوا على حد ينقذهم، ولا هي مجرد خيالات وخرافات بتكبر مع الوقت؟ ودي كانت نهاية قصة المدرسة. دلوقتي بقى السؤال ليك، انت لو كنت قدام المدرسة دي هتدخل وتستكشف بنفسك ولا هتجري وتبعد عنها زي باقي الناس؟ اكتب رأيك في التعليقات وما تنساش تدعمني بلايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد.